السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين، يا رب كده كلكم تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو يا ولاد صورت معاكم فيه. بصوا بقى، انا بقيت بطول عليكم كتير قوي، بس سامحوني بقى. يعني انا بهتم بالريلز اكتر من الفيديو، الا ان بقى كلكم طلبت مني الفيديو ده. يعني بصوا بقى، انا عايزاكم تجبروا خاطري بقى كلكم يا جماعة، اجبروا خاطري في الفيديو ده ارجوكم. كلكم بقى تحطوا لي لايك كده، ربنا يجبر بخاطركم يا رب. حطوا لي لايكات للفيديو، امان عليكم، انا تعبت فيه جدا، وخاصة كمان ان الجو حر قوي قوي قوي. فحطوا كلكم لايكات كتيرة للفيديو، وانزلوا في التعليقات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وغسيل البوتاجاز بتاعي ده النهاردة بقى يكون سبب في ان احنا نوصل اكبر عدد صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي، يا افضل خلق الله، يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا ولاد كده ندخل على الفيديو كده ونشرح بقى انا عملت ايه بقى. ده انا عملت بقى وعملت النهارده، بصوا من الاخر، انا رجعت البوتاجاز بتاعي جديد، اقسم بالله العظيم انا رجعته جديد يا ولاد من تاني، بعد ما كان انتي لو جيت تبصي له كده تقرفي من منظره. اه والله، والاول مره اسيب بوتاجازي بالطريقه دي. بس انا كنت مصممه ان انا اعمل معاكم الفيديو ده واوصله للدرجه دي من الاتساخ او من الدهون، علشان اعمل معاكم الفيديو ده. لان في امهات كتير قوي بتتابعني، وفي اخوات ليا كتير بيتابعوني بوتجازاتهم بالشكل ده يا جماعه. نظرا لتعبهم او مرضهم، او ان هم مش قادرين يعملوا روتين اليومي للبوتاجاز، فازاي بقى هم ينظفوه او يرجعوه جديد من تاني؟ الموضوع سهل وبسيط خالص خالص خالص. لو بوتاجازك شديد الاتساخ او مليان دهون كده، يلا تعالي بقى كده روحي على اقرب محل مستحضرات تنظيف واشتري منه العبوة اللي انا هقولك عليها دي، اسمها الساحر. مش عارفة بقى هي موجودة في الدول العربية ولا لا. موجودة في مصر في مستحضرات تنظيف الدهون باسم الساحر. عايزه اقول لكم هو زي شفتوا فيديوهات التيك توك اللي هي بتيجي ترش منه الدهون تنزل زي الميه؟ هو ده يا جماعه. انا بجيبه، عايزه اقول لكم من سنين. يعني انا بجيبه ايام ما كانت العبوه اصلا ب3 جنيه، دلوقتي هي بقت ب15 جنيه، طبعا ارخص حاجه في السوق موجوده، واكتر حاجه بتديكي نتيجه حلوه قوي. المهم بقى، يلا كده نشوف بقى عملنا ايه. اول حاجه جبت طبق بلاستيك ولميت فيه العيون بتاعتي كلها، عصرت عليها ليمونه ومعلقه ملح ليمون، مش كربونات، لا ملح ليمون وبريل. وفي الوقت ده انا بغلي كاتل ميه مغليه. خلاص، مش هننسى الخل يا جماعه، يبقى ليمونه، معلقه ملح ليمون، معلقه من البريل، ومعلقه من الخل، وهنزل بالميه المغليه. وشيلي بقى الطبق ده على جنب كده، يدوب بقى مع نفسه كده وياخد ويدي مع نفسه. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل فيه ايه. بفرشة اسنان كده قديمة او انتي مخصصاها يعني للتنظيف، واركنوهم على جنب. رحت بقى على الشبك والصاجات اللي موجودة في الفرن، وهبدأ اغسلها دلوقتي. يعني انا واخداها تدريجي كده، تمام. قعدت على الارض لاني بصراحة ما كنتش قادرة اعمل الفيديو كله وانا واقفة، وبالمذيب الدهون، وبدأت ارش منه على كل الدهون الموجودة قدامي. اي دهون موجودة على ظهر البوتاجاز، على الشبك، على الصاجات، رشي كله، تمام. اركنيهم على جنب، ياخدوا ويدوا مع نفسهم كده مع المذيب الدهون. برضو الشبكة هو ان هرشه برضو. يعني انا حاطه الشبكة على الصاج بحيث ان انا اي مذيب ينزل استفيد منه للصاج كمان، تمام. اهو بالمنظر ده. يلا يا ولاد كده نذكر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الشكر، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وما بينهما وملء ما شئت يا رب العالمين. بصوا بقى، عايزة اقول لكم الدهون بقت زي المية قدامي. اه والله يا ولاد، ومن قبل كمان، يعني من قبل ما اسيبه شوية. يعني المفروض الكلام ده يقعد 5 دقايق 10 دقايق، لا انا برشه مباشرة، بحس ان الدهون اتسحت قدام. رحت على البوتاجاز بقى وجبت الاسبونشة اللي هي السلك، مش الناعمة، علشان تنضف معايا. بصوا هي مش عايزة دعك، هو الدهون يعني دايبة قدامي، بس هو بقى عايز غسيل. مسكته غسلت الازاز بتاعه من فوق، وطبعا غسلت الازاز من جوه ومن بره. خلاص.
العلبه اللي قدامي دي فيها ميه سخنه وفيها حبه بريل، وباخد منه كده بالاسبونشه وبدعك. وسهل الموضوع، سهل وبسيط. طيب تقدري تعملي الغسله دي في المطبخ بتاعك عادي، بس يعني يكون في بلاعه. تمام. انا يا جماعه الغسله دي بعملها يعني كل كذا شهر، فانا بحب ان انا اطلعه في وسط الدار كده علشان اخد راحتي بقى في غسيله وتنظيفه والكلام ده كله. طيب اللي هتقولي بقى مياده انت بتستخدمي ميه كتير قوي فيه، والميه دي هتخرب البوتاجاز. انتوا هتشوفوا في نهايه الفيديو البوتاجاز بقى عامل ازاي، والنار بتاعته اشتغلت وبقت عامله ازاي، النار من فوق ونار الفرن. انا عندي الاشعال يا جماعه بايظ خربان، الاشعال الذاتي اللي شغال بالكهرباء خربان، فمش فارق معايا. طبعا انت لو البوتاجاز بتاعك جديد والاشعال بتاعه شغال، اوعك تغسليه بالطريقه دي، يعني تقللي من الميه طبعا لان في كهرباء. انما انا البوتاجاز ده يا جماعه كهربته مفصوله، انا مش بستخدم، انا بولع بالولاعه، فمش فارق معايا. كمان الستيل بتاعه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، من النوع النظيف. يعني البوتاجاز ده بقاله يجي 20 سنة. البوتاجاز ده اسمه جريم غاز. جلي جلي جري لحظة واحدة بس كده، يعني أركز في الاسم. جليم غاز، جليم غاز باللام. تمام. الستيل بتاعه نضيف قوي بقى، عارفين بقى شغل زمان بقى والحاجة بتاعت زمان دي. اللي هتقول لي ما يده البوتاجاز ده ما كانش موجود أصلا يا جماعة زمان، اللي هو من 20 سنة يعني، من سنة 2004 يعني، مش من زمان قوي يعني، مش من زمان قوي يعني، احنا نقلل بقى السنين شوية. انا متجوزه بقالي اساسا يعني، انا ابني في تانية جامعه دلوقتي، فاللهم بارك. المهم بقى ايه، هات الجوانب بتاعتك من الجوانب والوش بتاعه، وكمان رحت شلت العيون بتاعته جمعتها في الطبق. وهاتي بقى من اول الدرج من تحت، انت ما تسيبيش فتفوته في البوتاجاز غير لما تغسليه. بصي فضي نفسك في اليوم ده، يعني انت في اليوم ده تكوني مجهزه اكله قبلها بيوم على بيات، او تكوني ناويه ان انت هتجيبي اكله جاهزه من بره، ايا كان بقى يا جماعه. ولو حتى هتتغدوا في اليوم ده عيش وجبنه واناناس وكده يعني وتقضوها، بس تكوني يعني مجهزه نفسك للغسله دي في اليوم ده، ان انت هتصحي الصبح تغسلي البوتاجاز بتاعك على الظهريه هيكون خلصان، وتسيبيه في الشموس هينشف. يعني انا علشان بغسل في وسط الدار، انما انت لو في المطبخ يعني هتقللي بقى من حجم الميه شويه والكلام ده كله، تاخدي الفيديو بتاعي يعني تتشجعي بيه بس، لكن مش تغسلي قوي يعني بالطريقه بتاعتي اللي هو كب الميه والكلام ده كله، يعني ما ينفعش في المطبخ. المهم بقى يا حبايب قلبي، يعني تشجيع بس يا ولاد، يعني اعتبروه تشجيع مني. يعني اعتبري ان انت بقالك فتره ما غسلتيهوش، وبتديله بس غسله يوميه كده ومسحه يوميه بفوطه مبلوله، وتعالي بس النهارده ايه تشجعي كده وادعي لي دعوه حلوه، وقومي كده نضفيه واغسليه. وروقي عليه بقى بمذيب الدهون، يعني ما تخليش فيه فتفوته تكون موجوده فيه متراكمه فيه دهون. حبايبي هنا فتحت الفرن ورشيته وشلت الزجاج كمان، لو لاحظتوا جبت ما كنتش لاقي مفك، فجبت السكينه فكيت الزجاج عشان اغسل ما بينه تحته يعني، واغسل اللوح الزجاج برضو اهو، وادعك كده مكان العيون وزراير الاشعال الذاتي انضفها. طبعا هو ما فيهوش اشعال ذاتي، فهو ده اللي مساعدني ان انا اغسل بميه، يعني انا عارفه بقى ان ما فيهوش كهرباء يعني، فانا عاطيه الامان على الاخر. تمام. برش بقى جوه الفرن كده من الجوانب عشان نخليها تلمع بقى اهو. طبعا انا رافعه الصاجات بتاعته، جبت الفرشه اللي هي فرشه البلاط دي، وبدات ادعك الفرن من جوه، يعني انا حسيت ان هي هتنضف لي اكتر من الاسبونج عشان ايدي كمان ما تتجرحش. يعني الموضوع هنا بقى من الصاج بتاع الشوايه، يعني انا كنت خايفه ان ايدي تتجرح منه بصراحه. خلاص كده انا خلصت كله يا ولاد، والجوانب بتاعته غسلتها والفرن من جوه. هبدأ بقى اشطفه بالميه. هنا بقى يا جماعة بالخرطوم، ده اسهل طريقة ليا. يعني بصي المذيب الدهون عايز يتشطف كويس قوي بميه، علشان انت لو سبتي منه بواقي هتلاقيه جير معاكي ونزل على البوتاجاز كده وبقى شكله وحش قوي قوي، فهو لازم يتشطف كويس قوي. فانا يعني اعذروني،
انا لازم اشطفه كويس قوي. معلش بقى، اللي هتقولي مايده انت بتستهلكي ميه كتير وبتهدري، يا جماعه انا ما بهدرش ميه، انا بنضف حاجتي. يعني انا ما اعرفش انضفها على الناشف، يعني انا شايفه ان انا ما بستهلكش ميه كتير. انا لما بخلص بروح اقفل الحنفيه، ابني واقف جنب الحنفيه يقفل الحنفيه بيقفلها، لكن انا لازم اشطف حاجتي كويس. يعني عمال يعني هسيب الحاجه مجيره اهو. شوفوا بقى كويس قوي. انت طبعا لو بتعملي في المطبخ هتبقى فوطه مبلوله وتمسحي بقى. فانا كمان هنا ما اكتفيتش ان انا يعني اكبه ميه كده وخلاص، لا، رحت جبت فرشه المقشه علشان برضو تنزل اي رغاوي موجوده او اي تجييره موجوده على البوتاجاز، علشان يكون بيلمع كده ويكون نظيف وحلو. تمام. بعد ما خلصته بقى خالص وشطفته بقى زي الفل، رحت جبت تيشيرت يعني حاجه كده من ملابس مروان ابني الصغير، ما بتتلبسي وتكون قطن، ومسحته بقى كويس قوي يا ولاد، من الجوانب ومن فوق والازاز بتاعه، عشان ما يجيرش برضو. يعني ما ينفعش نسيبه مليان ميه وينزل ميه كده، هتلاقيه لما ينشف برضو مجير. لا، لازم تمسحيه وتطوقيه كده بالفوطه القطن كويس قوي. بحاول ان انا اشفط اي ميه موجوده داخل العيون على قد ما اقدر. عموما هي الشمس حاميه جدا جدا جدا، وهاخده بقى واركنه على جنب كده في وش الشمس، وهسيب الشمس بقى تحمصه تحميصه حلو، على ما اروح بقى اغسل الشبك واغسل الحاجه اللي كنا رشيناها مذيب الدهون وسبناها على جنب. بدأت بالصاجات بالاسبونشة السلك، ودعكتها كده، وتبارك الله ولاد كان الساحر دوب الدهون كلها ما شاء الله، اللهم بارك. ايوه كده، واشطفها واركنها على جنب. شايفين كمية الدهون اللي نازلة في المية؟ المية البني دي كلها يا جماعة دهون، دهون متراكمة. ادعكي بقى بالسلكة الألمونيا او الاسبونشة دي، بصراحة بتغنيني عن السلك الألمونيا. بعد ما بدعكها كويس قوي بروح اشطفها بالمية واوقفها تصفي نفسها. جيت على الشبك الستيل، وبرضو خليته يا جماعة زي ما يكون راجع جديد، ما خليتش فيه اي بواقي دهون. هنا بقى كنت بعمله بسلك ألمونيا مش بالاسبونج، لا هنا جبت له سلك ألمونيا. اهو كده يا جماعة بالسلك الألمونيا اهو، تبارك الله. خليته بيلمع، وبرده هشطفته ميه وهركنه يصفي نفسه. ما عادش باقي معايا غير الشبك بتاع البوتاجاز، برده هتغسليه بنفس الطريقه، وانتي قاعده بقى وانتي واقفه على الحوض بالطريقه اللي تعجبك. المهم ان انتي تتشجعي من الفيديو، يعني هو ده غرض الفيديو تشجعي منه. تشجعي منه لو انتي بقالك فتره بتغسلي البوتاجاز الغسله اليوميه او الروتين اليومي من على الوش كده وما اديتلوش غسله عميقه، الفرن بتاعه مش نظيف، في دهون متراكمه في الجوانب، فتشجعي من الفيديو. قومي كده يعني ادخلي عليه دخله واحده بقى، ما تسيبوش غير وهو بيبرق من النظافه. طب ليه ميادة ما غسلتوش في المطبخ؟ حبايبي انا بحب اغسل اي حاجه في وسط الدار، يعني كل اللي متابعني ملاحظ كده ان انا بكون واخده راحتي، بحط الكرسي واقعد واعمل شغلتي وانا قاعده. يعني يوم ما فضيت النيش معاكم برضو غسلته في وسط الدار في المكان ده، وغسلت حاجه النيش كلها في المكان ده. فانا بحب اعمل مصلحه بيتي في وسط الدار، بحيث ان انا بعمل الشغل وانا قاعده. ما عادش باقي لي غير المفاتيح بتاعه البوتاجاز، برضو كانت مدهننه كده ومش نظيفه، رشيت عليها من الساهر
وجبت طبق فيه ميه واريال وبالسلكه الالمونيا، وقعدت دعكتهم كده وسميت الله وصلي بقى على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفري سبحي هللي وانت بتعملي شغل بيتك حتى تكسبي ثواب، واستودعي كده تعبك وشغلك عند ربنا عز وجل في ميزان حسناتك ان شاء الله. واحدة واحدة مسكتهم، واحدة واحدة والله يا جماعة، يعني علشان انا كنت عايزة اكون متأكدة من نظافتهم، عشان لما ارجع اركبهم يكونوا بيلمعوا ونضافوا زي العسل. وده طبعا بيفرق مع نفسيتنا يا جماعة، على قد ما بنتعب تعب جسمي على قد ما بيدينا فرحة كده، وبتكوني بقى طول ما انت رايحة وجاية على الحاجة كده يا سلام ايه النظافة دي، ده انا شطورة قوي. اللهم بارك. ربنا يديم حسكم في بيوتكم كده يا رب ويديكوا الصحة والعافية وراحة البال. حطيتولي اللايك ولا لسه بقى؟ يعني لو لسه ما حطيتيش اللايك ارجوكي حطي اللايك، وعرفيني بنفسك في التعليقات، قولي لي بتتابعيني من انهي بلد، قولي لي كمان كملتي الفيديو للنهاية ولا سبتيني ومشيتي. طبعا الاريال هنا يا جماعة اقوى من البريل بصراحة، يعني انا بكلمكم بصراحة، الاريال مسحوق غسيل الملابس هنا اقوى من البريل لانه بيدوب الدهون اكتر. بعد ما خلصتهم بقى بالكامل ببدأ ارجعهم تاني في الطبق واشطفهم بقى، اشطفهم بالمية الجارية. اللهم بارك. الجو في اليوم ده كان حر جدا، ربنا يعافينا كده يا رب من نار جهنم، اللهم امين يا رب العالمين. دايما لما تحسي ان الجو حر والشمس حامية قولي كده يا رب عافينا من نار جهنم، يا رب يا رب، اللهم عافينا من نار جهنم، اللهم عافينا من نار جهنم. برجع بقى بركب الزجاج. هو كان نشف يا جماعة، يعني الشمس ما شاء الله ما خدش حاجة خالص ولقيته سخن نار. ورجعت بقى الشبك والصاجات مكانها كده، وهرجع بقى اركب المفاتيح. بصوا الفرن بقى بيلمع، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، التعليقات واللايكات هي اللي بترفع الفيديو، فأرجوكم ساعدوني ان الفيديو يترفع. اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات، بس ما تكتبيش رأي غير لما تشوفي البوتاجاز وهو مشعل وهو يعني ولع نار، يعني ولع نار. استنوا بقى عليا اصبروا. ندهت للواد محمد ابني وشلناه قصاد بعض، دخلناه المطبخ مكانه وركبت الانبوبه بتاعته، وقلت بقى هولع لكم النار بتاعته علشان بقى تشهدوا بالحق وتشوفوا انا فعلا بوظت البوتاجاز ولا نظفته. احكموا انتوا بقى، يعني انا منتظره حكمكم انتوا. اهو يا جماعه البوتاجاز والع اهو ونضيف وزي العسل. ايه رايكم؟ يعني انا ما خربتوش ولا بوظته زي ما ظلمتوني وقلتولي في التعليقات.